على الشاشة سبقنا فيها زميلنا رجل الله السلمي في برنامج مسار رياضي. هم موعود انها حتكون معاه، لكنها كويس ان سبقناها سمو الامير. الف مبروك الفوز. كنت تحدثت معك قبل المباراة، ما كان حديث نظري انه ال20 دقيقة لو سجل فيها الهلال هدف، لكن كما ذكرت انت لو سجل هدفين حتصعب على الفريق الثاني. بالفعل الهلال استطاع ان يسجل هدفين. هل هي من صعبت المهمة؟ بعد ما اقول لك الف مبروك البطولة. الله اولا الله يبارك فيك، مبروك لجميع الهلاليين، ومبروك لنا تشريف سمو سيدي ولي العهد الامير نايف، الله يحفظه ويخليه للجميع. هذه البطولة الحقيقية الحقيقة، وزي ما قلت طبعا شرف لنا أنه يكون أول كأس يسلمه سموه الكريم وهو ولي عهد لنادي الهلال، كما كان الشرف أنه آخر كأس يسلمه سمو الأمير سلطان رحمه الله لنادي الهلال. طبعا المباراة زي ما قلت لك قبل، شو الاتفاق فريق ما هو سهل، فريق قوي جدا، وقلنا كثير عنده إدارة مميزة، عنده جهاز تدريبي على مستوى عالي، لاعبين ممتازين. ال20 دقيقة، وإذا تذكر كلامي قبل المباراة قلت لك ما يعني أوكي صعبت، بس ما انتهى الشوط الأول 2-0، انتهى 2-1. 2-1 صعبت الحقيقة المباراة علينا أكثر. آخر 20 دقيقة واجهنا ضغط، أضعنا الحقيقة العديد من الفرص، إحنا كمان كان ممكن تكون النتيجة أكبر، لكن بنهاية الأمر المباراة الحقيقة جميلة، ترتقي إلى المستوى النهائي. يعني خروج في الهمسن هو من أثر، هو من نزل رتم المباراة بعد كم ماشي على رتم عالي فيما يخص الهلال. بالنسبة للهمسن بالتأكيد لاعب كبير، وخصوصا لما يحرز هدف، يعني أحرز هدف بدقيقة 8 أظن، كان يعني لاعب بأول 10 دقائق ويحرز هدف، بالتأكيد كان مستواه يتصاعد خلال المباراة مع المساحات اللي موجودة في نادي الاتفاق، خصوصا بعد تسجيلنا هدفين. إصابته بالتأكيد أثرت، لكن الحمد لله بدل الهلال دائما ما يكونون لاعبين الهلال، ما أبغى أسميهم بدل، كل لاعبين الهلال أساسيين يعتبرون. بطولة رقم 53، والهلال دائما ما يطالبه الجماهير بالمنافسة على كل البطولات. في كأس الأمير فيصل يقترب أيضا من المتصدر، الآن في الدوري هذه البطولة ربما تعطي دافع قوي جدا الهلال على مستوى الدوري، خاصة أنه مشاركته مهمة يوم الثلاثاء القادم من الاتحاد في جدة. طبعا خليني أقول لك، البطولة هذه طبعا بطولة غالية، ويعني ترسخت باسم نادي الهلال في الفترة الأخيرة تقريبا. نادي الهلال زي ما أنت ذكرت جمهور الحقيقة يدفعنا أن احنا نعمل على كل البطولات. الآن الدوري عندنا لازم نركز على الدوري، حندخل في كأس آسيا، يبدأ التركيز في كأس آسيا. الدوري الآن طبعا في أمور بيدنا، في أمور ما هي بيدنا أن احنا نحاول أن احنا نفوز بكل المباريات. اللي مو بيدنا أن واحد يعطل الأهلي والشباب أيضا. الأهلي طبعا تقلص الفارق إلى 3، الشباب 4 نقاط، لابد أنه يتعطل الشباب، خصوصا أن احنا لا حنلعب مع الأهلي ولا حنلعب مع الشباب. يعني في مهمة علينا أن احنا نحاول نفوز في كل المباريات، لكن في مهمة أيضا أن الفرق الثانية تتعطل. لكن بالنسبة لكم كبداية هذه البطولة نستطيع أن نحكم عليها بنجاح إداري، يعني أول بدايات النجاح على مستوى هذا العام. والله يعني البطولة هذه معانا في ال4 سنوات والله الحمد، يعني فترة الإدارة اللي احنا فيها، لكن النجاح طبعا بالتأكيد أي بطولة يحصل عليها الفريق يعتبر نجاح، وهذا الحقيقة ثمرة جهود الجميع، على رأسهم يعني سمو أخي الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بذل الكثير من الجهد والمال والوقت والصحة أيضا، يعني على حساب أمور كثيرة، نتيجتها الحمد لله. أشكر جميع اللاعبين، لاعب اللي لعب أو اللي ما لعب، أشكر الجهاز التدريبي السابق والحالي، الجميع الحقيقة يستحقون الشكر. في حياتك الخاصة سمو الأمير لمن تهدي هذه البطولة؟ الأمير عبد الرحمن ترى أهداها الواحد بعيد يعرف نفسه بس ما قال اسمه، نبغاك تهديها لواحد قريب. أنا والله أهديها طبعا، يعني في ناس يستحقون طبعا، الوالد، الوالدة، زوجتي، أبنائي، لأنهم يستحملون الحقيقة بعدي عنهم أحيانا بسبب نادي الهلال، فأنا أهديهم، يعني أهديها، وتحديدا طبعا سعد ومشعل أبنائي يستحقونها، لأنهم يعني صاروا متعلقين جدا في نادي الهلال. انه كبروا شوي على الهلال، يعني كبروا وانت نائب رئيس نادي الهلال. يعني بالتاكيد، يعني صار الهلال معاهم في البيت. سمو الامير سؤال اخير، يمكن انا مخول اني اسال هالسؤال فيما يخص ادارتكم وتقدمه للجمعيات الخيريه، خاصه جمعيه الانسان، جمعيه المعاقين. يغيب عن البعض انها تقدم لهم اداره الهلال، ممثله في العلاقات العامه. حتى يمكن زميلنا ياسر الطلاسي دائما لما التقي معي يعلمني انه رايح لجمعيه الانسان يقدم لهم عدد من التذاكر. هذا الشيء تشكرون عليه، يعني بادره انسانيه جميله. والله الحمد لله، احنا في مجتمع اولا ابتداء من القياده إلى الجميع، شعب المملكة العربية السعودية شعب سباق للخير، يعني الحمد لله مجتمع متعاضد متكاتف. الجميع إذا لقى على مستوى رياضي وغير رياضي الحقيقة الأمور الإنسانية يساهمون فيها بشكل كبير. بالنسبة لنادي الهلال، إحدى رسائل نادي الهلال هو أنه المجتمع وخصوصا المجتمع الرياضي يلتفت لهذه الجمعيات. احنا لو تشوف البوادر اللي قاعدة تصير في نادي الهلال كل فترة الأمير عبد الرحمن يأمر باستقطاع جزء اللي يخص نادي الهلال من الدخل لإهدائه الجمعية، وفي المستقبل أيضا في جمعيات أخرى تستحق هذا الدعم. من بيروح الكاس الحين؟ والله اظن الامير عبد الرحمن بياخذه او في الباص، والله ما ادري الحين. لا اكيد بياخذه، انا بجيب عندنا في القناه. شكرا، الله يسلمك. شكرا سمو الامير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس